السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة عملت طاجن المسقعة ده يا جماعة، هيعجبكم جدا جدا جدا. طب مسقعة بقى وبتنجان ولحمة مفرومة، يعني بروتين وحديد في طبق واحد، ما شاء الله هيعجبكم جدا جدا جدا. ما شاء الله وصفة النهاردة كان طعمها تحفة وريحتها كانت تحفتين، قلب الدنيا بحالها. اتفرجوا على الفيديو لحد الاخر. لو عجبتكم وصفتي النهارده، انا اسمي منى ودي قناتي. اتفرجوا على القناه وفعلوا زر جرس التنبيه واعملوا اشتراك. انزلوا تحت الفيديو كده هتلاقي علامه الاشتراك وعلامه الجرس، فعليها على الكل. هيعجبك كل حاجه في القناه. خدي دوره كده في القناه، هتعجبك كل الوصفات السهله البسيطه السريعه. يلا بينا نشوف المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه قطعت البتنجان زي ما انتم شايفين كده طرنشات، وبرش عليه كميه حلوه كده من الملح. الملح بيساعد البتنجان، بيطلع المية اللي جواه، وبيساعده كمان ما يشربش زيت في القلي. تمام كده خلاص. بعد ما نقعته حوالي ربع ساعة كده في الملح، بعد ما رشيت عليه الملح، شايفين البتنجان طلع المية بتاعته ازاي وبقى بيلمع كده. هاخده كده اشطفه شطفة حلوة. تمام تحت المية في الحنفية كده، في المية الجارية. تمام وحطيته على مصفى كده يتصفى. خلاص سخنت الزيت كده، بس الزيت ما خلوش يغلي جامد. تمام عشان الزيت ما يتحرقش، ويبقى طعمه وحش برضو وبيطلع ريحه وحشه. تمام هقلي البتنجان، بس اهم حاجه برضو شايفين اللون ده المناسب للبتنجان، ما يحرقش البتنجان وما غمقهوش. تمام ده الحاجه الاساسيه في وصفه النهارده عشان تنجح معاكي وتبقى طعمها حلو. البتنجان لو اتحرق منك، تمام بتمرر المسقعه. اي مسقعه هتحرقي فيها البتنجان هيمرر وهيبقى طعمه وحش جدا. شايفين ده اللون الحلو بقى اللي تطلعي بيه احلى مسقعه على الشعره كده، وبتبقى مظبوطه على الاخر. شايفين بقى لونه حلو ازاي؟ ده اللون المناسب بقى عشان تعملي احسن طبق مسقعه. هبتدي خلاص كده بعد ما طلعت اول حطه دي، هحط شويه تاني كده. تمام لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا وطلعه اصفر كده وحلو. البتنجان بتاع الصيف ده البشاير بتاعته، فاهمين؟ فبتبقى حلوه قوي زي الزبده. وهنا كده خدت شويه بس من الزيت في الطاسه اللي انا قليت فيها البتنجان. تمام حطيت فيها شويه من التوم كده، دقيتهم وطحنتهم في الهون. تمام مع شويه ملح، اقلبهم كويس جدا كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. تمام واحط معاهم فلفل على قد ما اقدر. تمام انا حطيت هنا طشيتها بشويه ميه بس كده الاول، عشان انا هزودها بالصلصه، مش هزودها طماطم. تمام بصوا كيس الصلصه ده انا كنت مفرزاها معاكم على القناه، هبسيب لكم الوصفه بتاعتها في صندوق الوصف. سهله وسريعه، وفي الصيف بتنفعنا قوي في الاكلات السريعه. لو انت مستعجله وعايزه تعملي اكلك بسرعه، بتستخدميها كده بتخلص بسرعه. تمام يعني انا كده كل اللي عملته ان انا حمرت بس البتنجان، قليت البتنجان وحمرت التومه، وخلاص على كده. بصوا هنا كده داخله في التسبيكه اهي، قربت تتسبك. بضيف لها كده شويه من الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين. الفلفل الالوان بيديها طعم حلو قوي، وما بقليهوش على النار في الزيت. تمام انا بحطه كده بياخد طعم التسبيكه. تمام الصلصه، وبيستوي كمان لما بتدخل الفرن. وهنا كده اهم حاجه بقى التتبيله بتاعتها. التوابل بتاعت المسقعه يا جماعه، بحط لها نص معلقه من القرفه، دي بتوديها في حته تانية. واي عايزه تضيفي اي بقى توابل تانية مفيش اي مشكله. واهم حاجه برضو بضيف نص معلقه من السكر، بس ما هي ما تصورتش. تمام كده بيشيل الحموضه. وهنا كده كل حاجه خلصت معايا. الصلصه خلصت خلاص الحمد لله، وقليت البتنجان كله وشويه كده من الفلفل. تمام بصوا بقى اول حاجه بحطها في قالب البايركس، بحط شويه صلصه كده من تحت. ليه بقى؟ عشان القالب البايركس ده يا جماعه بيمتص الحراره اكتر من الالومنيوم ومن اي حاجه. تمام فبيتحرق سريع في الحرق في الفرن. يعني اول ما بحط فيه حاجه في الفرن، لازم من درجه الحراره بتاعه الفرن. لو انا واخده ان انا احط مثلا صينيه المسقعه دي على درجه حراره 200 او 180، لا اضيفها المره دي احطها، اخلي اظبط درجه الحراره على 160 او 140. تمام عشان اصلا انا عندي كل حاجه مستويه خلاص، فمش محتاجه ان انا اعلي عليها النار خالص. هي المسقعه بس ما بتاخدش الا ربع ساعه في الفرن، من ربع لتلت ساعه بالكتير قوي. تمام وابقى واخده بالي منها كويس جدا. خلاص انا رصيت طبقه من البتنجان والفلفل الالوان، حطيته من تحت عشان ياخد برضو درجه حراره القالب البايركس. تمام
عشان يستوي معايا يبقى طالع مزبت كده وزي الفل، عشان انا ما قليتهوش طبعا. خلاص ضفت هنا العصاج في النص، تمام، وضفت طبقه من البتنجان من فوق ومن تحت، وطبقه العصاج دي يا جماعه، طبق العصاج بتاع المسقعه، ما بحطلهوش طماطم خالص عشان تحسي بطعم اللحمه. خلاص كده. والفلفل كمان بحطه كده، بس بفتحه فتحه بسيطه خالص عشان ما ينزلش الحمو بتاعه كله في المسقعه. تمام، وما بقليهوش علشان خاطر هو بيبقى احطه على الوش كده بياخد صهد الفرن، وبياخد لو انا هفتح عليها الشوايه شويه، تمام، بيطلع مستوي كده وزي الفل وبتحسي بطعم الفلفل. خلاص كده ضفت برضو بقيه الصلصه من فوق كده. تمام. كده وصفتنا خلصت. خلاص هدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. خلاص ما بحطهاش من تحت خالص عشان ما تتحرقش من القلب البايركس، زي ما اتفقنا ان هو بيمتص لدرجه الحراره بسرعه. خلاص. هنا بقى قبل ما ادخل المسقعه الفرن، لازم القالب البايركس ده امسحه كويس جدا من على الجوانب كده زي ما انتوا شايفين. خلاص. اول ما بمسحه كده، تمام، اول ما بيبقى عليه بواقي من الاكل كده زي ما انتوا شايفين او من الصلصه، اول ما بيخش الفرن على طول بيتحرق. يلا بينا بقى ندخله الفرن. وكده دي شكلها بعد ما طلع من الفرن. ما شاء الله المسقعة كانت حلوة جدا يا جماعة. بس اهم حاجة ما تسيبهاش في الفرن كتير عشان ما تتحرقش وتبقى ناشفة. تمام. المسقعة ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة في الفرن، مش اكتر ولا اقل. كل حاجتنا مستوية، حاطينها مستوية، اللحمة والعصاج والفلفل وكل حاجة حاطينها مستوية. تمام. ما تكتريش عليها في السوا عشان ما تتحرقش منك وتمرر. تمام. وكده وصفة النهاردة خلصت، اتمنى تجربوها وتنول اعجابكم وتنول رضاكم، وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها على القناة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.